هو ايه المقدمة الجميلة دي؟ ده انا اتغريت والله. دخلت عشان اشكرها، لقيت قصتها مع الاطعام كلها اسرار، ولما عرفت هي مين وام مين من المشاهير ما استغربت. رحبوا معايا بالدكتورة امل الشربجي، ام الفنان الجميل احمد داش. المقدمة الجميلة دي، ده انا اتغريت والله. انا قلت مين الست الجميلة دي؟ ثانك يو يا حبيبتي. انتي مش شيرتي الفيديو وقلتي تابعوا الست الجميلة دي؟ لقيتك ولقيت العنوان جذاب، لقمة خير. قلت اشوف بتعمل ايه. لقيتك بتعملي ساندوتشز ولا وكاتبه ان دول ب 500 جنيه. فدخلت اشوف بتعمل ايه دي. شكلك حبوب وطيب والصفحه جميله وفي الاخر اطعام. بس اللي انت عملتيه كان جديد. اول مرة ربنا اختارك للخير كانت منين؟ البداية كانت فين؟ انت حكيتي لي قصة كده، ده انا هقول لك. يعني بصراحة فاجئتيني. مرة عملت عزومة وحطيت فيها اكل كتير واكل حلو، اكل غالي وعدد كبير، ديك بقى وفخده وبفتيك ومليت سفره. حصل ظروف، دي كانت عازمه ناس، حصل ظروف والناس ما جاتش. عارفه يعني ايه انا هعمل ايه في الاكل ده؟ وما اعرفش ازاي جالي تليفون واحده صاحبتي، ايه يا امل مالك في ايه؟ حصل كذا وكذا. قالت يا سلام، دي بسيطه جدا. اقول لك انا تعملي فيه ايه؟ لو حطيتي الاكل في الفريزر ده هيقدم ويبوظ، ملهوش اي لازمه. هاتي اطباق ووزعي كله بالتساوي واعملي. انا عملت يوميها تقريبا مثلا من 20 ل 30 ميل، وخدت ده كله بقى في شنطه كده ونزلت. انا وزعت ده، مش عايزه اقول لك زي ما يكون الناس دي اكلهم. انا شو ممكن انسى واحد سالني هو أبلة ده فيه محشي؟ قلت له ايوه فيه محشي ورق عنب. قال لي ده انا نفسي اكل محشي قوي. انا مش عايزه اقول لك انا حسيت بايه. حد قال لي انه ده اسمه اطعام، اللي هو ان انت بتعملي اكل انا طبعا كانت مقترن في بالي انه الاطعام ده في رمضان بس. معايا فلوس اعمل حاجه، تعبانه اشتري الوجبات واوزعها. ولا لما حد ياخد منك حاجه ويقول لك الدعوه اللي انا بحبها بقى، ربنا يطعمك من طعام الجنه. خلاص طلع لي جناحين بقى. اسمحي لي بقى نرتب النهارده لقمه اليوم. طبعا ده انا جايه ارتب معاكي لقمه اليوم وادوق من لقمه اليوم. امل انت شاركتي النهارده معانا بالفاكهه، فيلا بقى ساعديني في تقفيلها. شكلهم حلو جدا الطباق. امل انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده بجد أنا والله. الأسعد، ربنا انت يخليكي. طلعتي زي ما انا متوقعه، أنا جميله ميرسي إن أنتِ ولذيذة استضفتيني. وعسل. لا والله جميله. وفي الختام مفيش ختام، لسه في حد مش عايز يجرب لقمه للمحتاج، لسه عايز دليل ان الخير سهل يختارك وتبقى من اهل الخير. انت بس انوي وقول يا رب، واشوفكم على خير يا اهل الخير.